الناس كلها بتتفرج عليه. مسلسل وننسى لي كان من أبرز مفاجآت الدراما المصرية في رمضان 2026، حيث يجمع لأول مرة بهذا الشكل بين النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم كريم فهمي في قصة رومانسية اجتماعية مشحونة بالتوتر والمشاعر المتضاربة. تدور الأحداث حول امرأة تحاول الهروب من ماض عاطفي قاس بعدما تعرضت لصدمة غيرت مسار حياتها بالكامل، لتجد نفسها بعد سنوات وجها لوجه أمام الرجل الذي كان سبب انهيارها في السابق. لكن الظروف هذه المرة مختلفة، والقلوب لم تعد كما كانت. العمل يعتمد على تصاعد درامي هادئ في البداية، ثم يدخل في منطقة صراعات نفسية عميقة تكشف هشاشة الشخصيات وقوة الحب. في آن واحد ياسمين عبد العزيز تقدم شخصية مركبة تجمع بين القوة والانكسار، وتظهر بأداء ناضج يعتمد على التفاصيل الدقيقة ونظرات الصمت أكثر من الانفعالات المباشرة. بينما يقدم كريم فهمي واحدا من أكثر أدواره حساسية، حيث يجسد رجلا ممزقا بين الندم والرغبة في تصحيح أخطاء الماضي. السيناريو يركز على فكرة: هل يمكن أن ننسى فعلا، أم أن بعض المشاعر تبقى ساكنة في القلب مهما طال الزمن؟ الإخراج يمنح المسلسل إيقاعا متوازنا ويعتمد على موسيقى تصويرية مؤثرة تزيد من عمق المشاهد الرومانسية والمواجهات الحادة، ليخرج العمل بصورة بصرية أنيقة تعكس الحالة الشعورية للأبطال. وننسى ليس مجرد قصة حب تقليدية، بل رحلة داخل النفس البشرية واختبار حقيقي لفكرة الغفران والفرص الثانية. لذلك يستحق المشاهدة لكل من يبحث عن دراما عاطفية صادقة تمس القلب قبل العقل.